لو بتحبوا الدراما الكورية وعايزين تعرفوا ايه اكتر المسلسلات الجديدة اللي عاملة ضجة دلوقتي في كوريا، جمعنا لكم اقوى 5 مسلسلات ترند 2025. خليكم معانا. في واحدة من المدارس الثانوية عاشت شين سول إي، وهي البطلة. بنت مرحة وعفوية وبتضحك على أي حاجة صغيرة. من وهي طفلة وهي واقعة في حب زميلها تشاهون، الفتى الذكي الهادي اللي دايما ماسك كتاب في ايده، وبيبان عليه انه مش بيدي اي اهتمام للحب او المشاعر. كل يوم البطلة بتحاول تعبر عن حبها للبطل بطريقتها العفوية، مرة تجيب له شوكولاتة، مرة تسيب له رسالة صغيرة، ومرة تفضل تمشي وراه في الطرقات. أصدقاء الفصل كانوا دايما بيسخروا بيتريقوا من محاولتها، لكنها ما فقدتش الأمل أبدا. مع مرور الوقت بتبدأ تظهر شخصية جديدة في حياتها، وهو دايسونج، البطل الرياضي اللي بيعجب بخفة دمها. ومع دخوله بتتحول القصة من إعجاب طفولي بسيط لمثلث عاطفي مليان غيرة وصراعات صغيرة. بيتخرج الأبطال من المدرسة وتبدأ مرحلة الجامعة، وهنا بقى التحديات بتكون أكبر، المسافات والانشغال بالدراسة، محاولات كل واحد يلاقي مستقبله. البطل وهو غارق في عالم الطب وضغط الدراسة، والبطلة اللي بتحاول تلاقي نفسها في الحياة الجامعية. وفي وسط ده كله حبها القديم بيتعرض لاختبارات صعبة. القصة بتفضل تتحرك بين لحظات دفء بريئة وضحك شبابي، وبين مواقف نضج بتخلي الشخصيات تتغير. وفي الآخر المسلسل بيورينا إزاي الحب الأول ممكن يكبر معاهم ويتحول من مجرد إعجاب طفولي لحب ناضج قادر إن هو يستحمل التحديات. رقم 2، ملكة السرعوف، هو اسمه كده، أنا ماليش دعوة. في شوارع غامضة بيغطيها الخوف عاشت ست اشتهرت بلقب ملكة السرعوف، واحدة من أخطر القاتلات المتسلسلات. لكن الزمن بيمر وهي بتقرر تسيب عالم الدم والجرائم وتختفي في صمت علشان تبدأ حياة هادية بعيد عن ماضيها المظلم. لكن فجأة بيظهر قاتل جديد في المدينة، مش قاتل عادي، ده بيقلد كل تفاصيل جرائمها القديمة، كأنه نسخة مشوهة منها. الماضي اللي حاولت تهرب منه بيرجع يطاردها من جديد، والشرطة ما بتقدرش تفك خيوط الجريمة لوحدها. هنا بيتدخل ابنها المحقق الشاب اللي قضى حياته كلها بيبعد نفسه عن سمعة أمه، لكنه مضطر يتعاون معاها علشان يوقف القاتل اللي بيقلد كل جرائم مامته السابقة، واللي بيشوه سمعتها أكتر وأكتر. رقم 3، 100 ذكرى أو 100 memories. في الثمانينات، وسط زمن بيكون مليان بالتغيرات الاجتماعية وضغط على الشباب، بتعيش فتاة بسيطة بتحلم إنها تدخل الجامعة وتثبت نفسها رغم إن الطريق قدامها مليان بالصعوبات. اسم البطلة هان جي وون، بنت من أسرة متواضعة، والدها عايز يشوفها بتشتغل وبتساعد مامتها في البيت. لكن هي كان عندها حلم أكبر، إنها تدخل الجامعة وتغير مستقبلها. وفي نفس المدرسة في شاب اسمه كانج مين سو، وهو البطل، رياضي ومحبوب وجريء لكن عنده جراحه الخاصة فيه. بيقابل البطلة، ومن هنا بتبدأ قصة مليانة صداقة وحب وأحلام مشتركة. الأحداث بتنتقل بلحظات دفء بريئة زي خروجات الطلبة وضحكهم في الشوارع القديمة، ولحظات صعبة زي الضغط الدراسي وصراع الأهل والفقر اللي بيهدد إنه يسرق منهم أحلامهم. مع الذكرى مش مجرد قصة حب شبابية، لكنه رحلة بتوري إزاي جيل كامل كان بيكافح علشان يخلق لنفسه مستقبل أفضل. ومع كل خطوة الأبطال بيجمعوا ذكريات صغيرة وذكريات الحب الأول والصداقة والفشل والنجاح، لحد ما يوصلوا ل100 ذكرى بتغير حياتهم للأبد. رقم 4، مسلسل ملكة الثقة. في عالم مليان فساد، أغنياء بيتلاعبوا بالقوانين وبيستغلوا نفوذهم، بتظهر ست جريئة وذكية اسمها تشا يون سو. الكل بيسميها ملكة الثقة لأنها ما بتخافش من حد، وبتعرف تضحك على أكبر رجال الأعمال بخطوات محسوبة وألعاب عقلية مدهشة. هي ما بتشتغلش لوحدها، لكن معاها فريق كامل من المحترفين، هاكر ومزور شاطر وممثل موهوب قادر إنه يخدع أي شخص. هدفهم مش مجرد السرقة، لكن إنهم يوقعوا بالفاسدين اللي أكلوا حقوق الناس. كل حلقة بتعرض عملية نصب جديدة بخطة معقدة تبدأ بخطوة صغيرة وبتنتهي بضربة قوية بتفضح شخصيات كبيرة في المجتمع. لكن في الخلفية في عدو غامض بيراقبهم وبيحاول يستغل ماضي ملكة الثقة علشان يوقعها. المسلسل بيجمع بين الإثارة والتشويق، وفي نفس الوقت بيخليك تضحك على المواقف الذكية
رقم 5 مسلسل العاصفة. في قلب السياسة الكورية وبهليز التجسس والأسرار بتبدأ قصة العاصفة. البطل هان جي هون عميل سري سابق كان اعتزل بعد سنين من المهمات المظلمة اللي كسرت حياته، لكنه بيستجيب من جديد لعالم مليان خيانة وأسرار دولية لما بيطلب منه مهمة أخيرة. المسلسل باختصار تم ذكره في فيديو قبل كده نزلته في القناة كام أسبوع، ادخلوا شوفوه.